غرقنا عمو سامي. جي 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 يلا جاي. فتحت تيك توك شفت العالم عم بتعاني، فطلعت من الشباك ولقيت البلد غرقانة. عمو سامي وينك؟ كلهم بدهم اياك، ليش مختفي عن الساحة؟ وضع البلد بايدك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم أصدقائي من كل مكان؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله يا رب. وموضوعنا اليوم راح يكون عن السوبرمان، سوبر الوطن العربي عمو سامي. تابعوا معنا الحلقة الأخيرة، ولا تنسوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس لحتى نفهم شو هو هيدا الترند اللي كاسح الوطن العربي فيه. عمو سامي. عمو مي عمو سامي. غرقانين. غرقنا عمو سامي. جي 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 يلا جاي. السلام أصدقائي، رجعنا لكم من جديد. شاهد الحلقة الأخيرة، لا تنسوا لايك والاشتراك أهم شيء لحتى يزيد التفاعل. أصدقائي، موضوعنا اليوم عن سوبرمان الوطن العربي. عمو سامي هو سوبرمان الوطن العربي كلياته، كل الناس عم تستنقط فيه لعمو سامي. شو قصته عمو سامي اللي كاسح الترند التيك توك كلياته هالأيام؟ أصدقائي، عمو سامي هو زلمة بيصلح سيارات أربعيني من ليبيا، بيشتغل تصليح السيارات، وكان في عنده زباين كتير. وواحدة من هاي الزباين هي بنت. في مرة من الأيام كانت عم تصلح سيارته، بالصدفة صورت فيديو عنه لعمو سامي، فحكت عنه إنه هو أكتر شخص بيشتغل بتصليح السيارات كل ضمير. يعني كان عم يصلح لها السيارة ورجع لها السيارة جديدة. فهيدا الفيديو اللي دا شايفينه قدامكم يا جماعة هو عمو سامي، إذا أول مرة بتشوفوه. يعني عمو سامي. هيدا الكرج عمو سامي، هيدا كل الشغل عمو سامي اللي كانت البنت بتروح تيجي لعنده. بس اللي صار يا جماعة انه في كتير جماعة من الدي جي عملوا تنسيق وتعديل بالصوت، فعملوا هاي الصوت البنت لحتى صار اغنية، وصاروا عم يعملوا عليها ردود فعل. في نعرفكم على عمو سامي مدامنا موجودين بسيرة عمو سامي. هيدا عمو سامي يا جماعة. اللي قالت بالفيس عمو سامي، قلت لها شكرا بكر عمو سامي، نورت جروحي. طبعا منور عمو سامي سوبرمان الوطن العربي. في فيديو كمان حاب اورجيكم اياه كمان عن عمو سامي. فضحتي بيه. مثل ما شفتوا يا جماعة، هيدا هو عمو سامي اللي كاسح ترند التيك توك هالايام. كل العالم غرقانة وفيضانات، وكل العالم ما عم تعرف شو اللي عم بيصير معها، وعم تستنغب بسوبرمان الوطن العربي اللي هو عمو سامي. طبعا أصدقائي، جبت لكم الفرقة اللي هي عدلت على الصوت وعملته من صوت عادي لصوت دي جي وأغنية ومن هاي الأمور. بس الشيء الوحيد اللي حابب أحكي لكم إياه، خليته لآخر الفيديو إن شاء الله، وإن شاء الله حكي مهم إن شاء الله تستفادوا منه. وهيدي هي الفرقة يا جماعة، مثل ما شايفين قدامكم بالشاشة. عمو سامي. عمو مي هي الفرقة اللي عدلت بالصوت وعملت منه غرقنا عمو سامي. جي عملت منه أغنية وفيديوهات لحتى يصير ترند. شفت العالم عم بتعاني، فطلعت من الشباك ولقيت البلد غرقانة. يعني هي شغلتهم، بيعملوا دي جي ليش مختفي عن الساحة؟ وأغاني وهي الترتيبات. بحكي بس ما في ارسله خطه مطفي، مجوه الله رد علي، حدا بيعرف عنه شيء. يا خيي شو صاير معكم وعلى شو مختلفين؟ لو سمحت يعني مثل ما شايفين أغنية حلوة كتير الصراحة. عمو مين عمو سامي عمو مين عمو سامي. طب عمو مين عمو سامي عمو مين. عمو سامي. الشيء اللي بدي احكي لكم اياه يا جماعة، انه هيدا الغنية معقولة بيقسم عليها عمو سامي ولا لا؟ يعني هي صايرة باسمه، فما بعرف اذا كان انه تجي ذنوب من هاي الاغاني والدي جيات اللي عم يعملوها الصبايا، خصوص الصبايا اللي عم يعملوها ردود الفعل والرقص من هاي الاشياء. فهل يجي ذنوب واسم لعمو سامي ولا لا؟ اتمنى تجاوبوني بالتعليقات اذا كان حدا يعرف ولا لا. خلينا نبلش بالرياكشن اللي عاملينه التيك توك اللي صار عنا فيه، وخلينا نشوف اول فيديو. عمو سامي. عمو مين عمو سامي. هاي تزلم الختيار. غرقنا حتى عمو الحج سامي. يا جماعة متأثر بهاي الغنية. جي يلا جاي. فتحت تيك توك شفت العالم عم بتعاني، فطلعت من الشباك ولقيت البلد غرقانة. عمو سامي شوفوا كيف رقصوا يعني كمان. بدهم اياك، ليش مختفي هيدا عن على الساحة؟ فكرة هيدا الحج انشهر كتير. عم بحكي بس ما في ارسله خطه مطفي، يعني اكتشف كم رقصة عنده، بيعرف عنه شيء. يا خيي شو صاير معكم وعلى اكتشف شو كم رقصة عنده، فهيك حب انه يعمل عليها رياكشنات عمو مين ويوسع محتوى اكتر، عمو مين. لهيك انشهر كتير. طب عمو مين عمو سامي عمو مين.
بس يا جماعة هيدا الشخص الحجي صح انه بيعمل رقصات ويعمل اشياء، بس في بعض الرقصات والهزات مش لابقت له كتير يعني لو انه طفل ولد صغير ما بيقبل بهيك رقصات، عرفتوا كيف؟ وبيهز هيك هزات قدام الكاميرا وقدام الشاشة، بس كرمال شوية فيوز وفولو على التيك توك على اليوتيوب. ما بعرف شو عم بيصير مع الناس، ما بعرف والله. هيدا يا جماعة هيدا كمان حتى هو مصلح سيارات عمو سامي او بيكتب لافتات، غرقنا هيدا بيكتب عمو لافتات على سامي. السيارات. شايفين انه الترند هيدا كاسح العالم كلياته. طالع حلو على الترند عمو سامي على السيارة يعني. شايفين يا جماعة كتير عالم متأثرة بهيدا الترند على اليوتيوب وعلى التيك توك، فلهيك في كتير ناس عم تعمل رياكشن هلا وعم تعمل ردود فعل على عمو سامي ورقص وحركات، يعني في منه محتوى هابط بس كل العالم متأثرة بهيدا الترند. شوفوا هيدا الفيديو كمان يا جماعة، عمو سامي عمو مي حتى هي الموزة كانت عم تعمل رياكشن على عمو سامي. غرقنا عمو سامي. نيالك يا عمو سامي. جي يلا بتمنى عمو سامي يستفاد من هيدا الموضوع، بس انا هيدا الشيء اللي بدي احكي لكم اياه، بتمنى انه هو يستفاد يعني مصاري او يستفاد شهرة من وراء هيدا الموضوع، عرفتوا كيف؟ شوفوا لي على الموزة هي، حتى هي الموزة حتى بالصالون متأثرة بعمو سامي. عمو سامي عمو مي عمو سامي غرقنا غرقنا عمو سامي. جي يعني مثل ما شايفين يا جماعة هي البنت يعني من ضمن المحتوى الهابط، يعني من خلال ما شفته من الفيديو انه لبسها ما ظابط يعني تعتبر من المحتوى الهابط اللي كتير ناس عم تعترف فيه انه هيدا محتوى هابط وعم يصير جدل كتير كبير عليه هيدا المحتوى. فحتى هي متأثرة بأغنية عمو سامي وعم تعمل عليها ردود فعل. شوفوا هيدا المصلحة كمان، عمو سامي هاي البنت كمان عم تصلح سيارة. غرقنا عمو سامي. الواضح من منظر البنت ما ظابط كمان. فسوبرمان الوطن العربي هل يؤثم من وراء هيدا الموضوع ولا لا؟ ولا هن هيدول صانعين الدي جي هن اللي بيقسموه؟ والله ما بعرف. في الموضوع بده نسأل شيخ او نسأل اي حدا كرمال يحل لنا هي القضية وهيدا الموضوع. فما بظن انه عمو سامي يقبل بهيدا الموضوع اساسا. شوفوا على عمو هيدا، سامي عمو مي عمو سامي هي سوبرمان، غرقنا عمو سامي. جي هي باتمان قصدي، يلا باتمان عمو سامي. شفت العالم عم بتعاني هي فطلعت اكثر من شخص الشباك. استفاد من هاي الاغنية لانه انشهرت من وراء هيدا الاغنية صراحة. اللي شايفينها هي اللي حكيت عنها هي أكتر شخص مستفاد من هاي الأغنية، بحيث إنه طلعت ترند وطلعت شي 100,000 مشترك متابع على التيك توك من وراء هاي الأغنية، لأنها بتعمل هيك رقصات وبتعمل هيك فنيات على التيك توك، فلهيك جاها كتير دعم على التيك توك. شوفوا لي هيدول الشخصيات الأربعة عمو سامي عمو مي مثل ما انتم شايفين، سامي موكا وزمانة وسبيدو وشمس كلياتهم متأثرين على هاي الأغنية. جي يلا هو الواضح انه عمو سامي هو الغرق فيهم يا جماعة، مش هن غرقانين، عرفتوا كيف؟ الموضوع يا جماعة في كتير ناس عم تستخدمه انه بس صار مطر او صار شيء او صار شتاء او صار ناس عم تغرق وفيضانات عم يحطوا هيدا الترند لعمو سامي انقذنا. فلهيك انا عم سميه سوبرمان الوطن العربي لعمو سامي، لانه هو هلا عم ينقذ كتير ناس. عمو سامي قولي على هالموزة هي، عمو سامي غرقنا يعني هي الصراحة يعني هيك مرتب المحتوى شوي. جي يلا هي شوي هيك مرتبة محتواها ومرتب الفيديو اللي كانت مصورته. شوفوا لي على هيدول الاثنين كمان، غرقنا عمو سامي. يعني حولوا الموضوع لبياخة كتير صراحة. يعني تيك توك شفت العالم عم بتعاني فطلعت كل العالم عم تمثل بتفاهة، كلهم بدهم اياك ليش مختفي عن الساحة وضع يعني مثل ما شفتوا لبس البنات ما انه ظابط ابدا، يعني كمان بيعتبروا من المحتوى الهابط. عرفتوا كيف؟ انا بدي اعمل سلسلة على المحتوى الهابط بالتيك توك. بتمنى تتابعوني وتفعلوا زر الجرس لحتى تشوفوا بنزل فيديوهات بتشاهدوها كاملة يا جماعة. وهدول الصبايا مثل ما شفتوا يعني بيعتبروا من المحتوى الهابط على لبسهم، يعني انا بعتبر اللبس يعني شيء من المحتوى الهابط صراحة. يعني هي بتفسد كتير اخلاق كتير عالم وكتير شباب وبنات كمان بخربوا عقولهم بس كرمال لبسهم ما ظابط لحتى يجيهم شوية مشاهدات على التيك توك. شوفوا هيدول الشخصيتين كمان. عمو مي عمو سامي غرقنا
غرقنا عمو حتى الشباب كمان متأثرين بعمو سامي. فتح التيك وكمان في فيديو لبيسان اسمعني كمان شوفوا يا جماعة. هاي بيسان اسماعيل كان ماشي بالسيارة عمو سامي صار اللي صار يعني، صار شوية فيضانات على الطريق. فتح التيك توك شفت العالم لهيك بيسان هي الوحيدة اللي يمكن مظبطة هيدا الفيديو، عرفت كيف؟ مظبطة الفيديو بالتنسيق المضبوط يعني، انه هي عادي ماشي بالسيارة وراح تغرق وعمو سامي ينقذنا، سوبرمان الوطن العربي انقذنا. ومثل ما شفنا يا جماعة ان شاء الله راح اعمل فيديو تاني ردود فعل على هيدا الفيديو على ترند عمو سامي، بتمنى تتابعوه للأخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمو سامي عمو مي عمو سامي غرقانين. غرقنا عمو سامي جي 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 يلا جاي. فتح التيك توك شفت العالم عم بتعاني فطلعت